السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مع فيديو جديد. ان شاء الله غادي نديرو واحد الجينوازه خفيفه ظريفه وكتوجد دغيا، وكما شفتوا معايا كتجي مهويه من الداخل وخفيفه. ودابا غادي ندوزو للمقادير. في المقادير هنا عندي 2 كيسان ديال العنبه ديال السكر. انا عبرت بهذا الكاس الكبير. دابا غادي نجيبو الكاس ديال المونينيكس وغادي نضيفو فيه هاد السكر، وغادي نزيد 2 كيسان ديال العنبه ديال الزيت. كما شفتوا هاد الجينواز انا راني دوبلت المقادير باش غادي على حساب اللاطه اللي عندي. صافي غادي نزيد 2 كيسان ديال الحليب. صافي ديك الساعه غادي نزيدو، عندي هنايا 2 شاصيات ديال الكاكاو، حيت انا دوبلت المقادير. وممكن ديروا تقسموا المقادير على 2، ديروا كاس من كل حاجه وشاصيه وحده. غادي ندوزو نخلطوا هذا الصوص ديال الشوكولاته، غادي نخليوها على جنب بعد ما نخدموه. كما شفتوا بعد ما خدمته ساليته رجع كريمي بهذا الشكل هذا. غادي نقسم الخليط. اول حاجه هذا الكاس غادي نديرو في الثلاجه نخليه يبرد باش غادي نزوق به الوجه ديال الجينوازه منين نخرجها من الفران وندير لها لا كريم. وهذاك اللي بقى لي في الكاس ديال المونينيكس هو اللي غادي نخدم عليه الجينواز ديالي. عندي هنا 2 بيضات ومعلقه مطحونه ديال البرتقال. كما شفتوا داك البيضه الصغيره هذيك كانت شايطه لي في الثلاجه ديال السمان، وقلت بلا ما تبقى تضيع تما درتها حتى هي معاهم بلا ما تديو عليها. عندي هنايا 2 معالق صغار ديال القهوه سريعه الذوبان. صافي غادي نخلط مزيان. بعد ما نخلط غادي نجيب واحد البول باش غادي نفرغوا داك الخليط ديالنا بعد ما خدمناه. كما شفتوا كيجي على هذا الشكل، كيجي خفيف، كنضربوه مزيان حتى كيخفف. صافي دابا غادي نجيبو الدقيق، غادي نغربل الدقيق باش غادي نخدمو. هنا غادي ندير واحد الخماره ديال الحلوى وحده. صافي وغادي نخدم مزيان، غادي نضرب وغادي نشوف الخليط ديالي واش تقال ولا خفاف يعني. وغادي نزيد شويه ديال الدقيق، يعني كنخدمو عندنا ميزاننا. وانا جاني الخليط باقي خفيف غادي نزيد واحد نص كاس ديال الدقيق. كما كتعرفوا دائما الدقيق بالتدريج ماشي في مره. وغادي نزيد واحد الرشيشه ديال الملحه ماشي بزاف. صافي غادي نخلط مزيان وتجيني على هذا الشكل هذا. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الخل كما كان، الخل الابيض ولا الخل العادي ولا المهم خل وصافي. غادي دابا نجيبو الصينيه ديالنا بعد ما دهنتها بالزبده ودرت درزرت عليها الطحين، يعني لبستها كامله بالطحين باش ما تلصقليش الجينوازه. راكم عارفين خص اما دير الكاغيط ديال الطهي ولا دهن اللاطه مزيان. انا دهنت اللاطه مزيان على هذا الشكل. راني شاعله الفران. صافي دابا غادي نخبطها مزيان مع لابابو وغادي نديها للفران. من بعد ما تمشي هي طيب غادي ندوز انا نصايب لا كريم ديالي. كما شفتوا انا شيت هذا الشاصيه ديال لا كريم، عطاتني هذا الكاس هذا صراحه الله تعجبت. درت لها كاس الحليب بارد. صافي وغادي نخدمها بيدي، ما غادي ندير ما غادي نديرها لا في العجانه ولا في حتى شي حاجه. غادي نخدمها غير بالضرب اليدوي. ندينا واحد 2 معالق ديال الشوكولات من داك الصوص اللي صايبت في الاول، زدتها غير باش تعطيني شويه النكهه وما يبقاش داك اللون بيض بزاف. صافي غادي نبقى نخدم. في التالي من بعد ما ساليتها غادي نديرها في الثلاجه ونمشي نجبد الجينوازه. غادي نتقبها مزيان بهذا الكيغدون وغادي نسقيها بالحليب. نسقيوها بالحليب باش تجي خفيفه ولا بالقهوه سريعه الذوبان، المهم باش كتهشاش مزيان اكثر من اللازم باش كتجينا بنينه. صافي بعد ما بردت الجينوازه وبرد لا كريم باش غادي نخدمو، يعني ضروري كلشي يكون بارد. واحد الدبانه هبلتني عييت من نقول نشدها نقتلها ساعه كتهرب لي. صافي غادي نبقى نخدم مزيان بهذا الشكل هذا حتى نقاد الوجه ديال الجينواز. صافي وغادي نجيب هذاك الشوكولا اللي كنت خليت كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، كنت دايرها في الثلاجه بحال حتى هي كتزيد تشد راسها شويه. صافي بها باش غادي نزوق.
كما شفتو راه كتجي بنينه وزوينه والله العظيم الا كتجي خفيفه وسهله وكتوجد دغيا دغيا. صافي بعد ما دخلتها للثلاجه بقات حتى بردت مزيان وتماسكت هكا باش ملي نقطعوها ما يهربولناش لديك لا كريم وداك الشوكولاته. صافي دابا غادي نقطعها هكا على هذا الشكل هذا. ممكن تعبروا، ممكن عينكم ميزانكم. انا بديت كنعبر صراحه الله كيعجبني كلشي نخدم عيني ميزاني، ما عنديش مع العبار كلشي كنخدمو، ولكن كندير هي عيني ميزاني. صافي شريت هذاك السيجار قسمته على جوج، زوقت به وعطاتني هاد القطعات هادو يمكن 14 قطعه.